اسالك كام سؤال كده لو انا بشطب تشطيب فندقي. ممتاز، حلو السؤال ده. ناس كتير بتسأل عليه، ايه الفرق بين التشطيب الفندقي والتشطيب الشقق العاديه؟ استخدم رخام ولا بورسلين؟ بورسلين، وبورسلين مقاسات كبيره. كلاسيك ولا مودرن؟ انا بميل للمودرن. خشب طبيعي ولا صناعي؟ خشب طبعا طبيعي. الالوان فاتحه ولا غامقه؟ الوان فاتحه طبعا. مط ولا لميع؟ آه انا بميل للمط، وفي ناس بتاخد ربع لمعه عادي يعني. باب الشقه اعمله مصفح ولا خشب؟ باب الشقه طبعا خشب طبيعي. ورق حائط ولا دهانات؟ ورق حائط ودهانات، انا اميل للدهانات، بس ورق الحائط لو عندك غرف اطفال او حاجه عايز تحط فيها ممكن تحط جزء بسيط جدا في ورق الحائط. سبوت لايت ولا نجف؟ لا طبعا سبوت لايت. اوبن كيتشن ولا كلوزد؟ الاوبن كيتشن ده لما يكون الشقه مساحتها كبيره جدا تعمل اوبن كيتشن، لما يكون مساحات صغيره تعمل كلوز، ولو عايز تاخد حته معاها من الاوبن تعمل شباك صغير فيه. كاونتر رخام ولا جرانيت؟ جرانيت مستورد طبعا. بانو ولا ساده؟ البانوهات بتدي وسع للشقه وبتدي ارتياحيه اكتر. حوض بيلت ان ولا اوفر كاونتر؟ حوض بيلت ان او اوفر كاونتر. الاوفر كاونتر ده لو انت هتعمله في الحمام الماستر فقط يبقى ده اللي هو اوفر كاونتر، لو بقيه الحمامات عاديه يبقى بيلت ان عادي. مرايات ولا ارت وورك؟ ارت وورك طبعا. شباك الومنيوم ولا بي في سي؟ ده ليه ميزه وده ليه ميزه، والاثنين كويسين جدا، بس انا بميل للالومنيوم. ارضيات جلاسي ولا مط؟ مط. الاضاءه ورم ولا وايت؟ لا طبعا ورم، الفنادق كلها الاضاءه ورم. التكييف كونسيلد ولا سبليت؟ بص، الكونسيل دي بيستخدم في حتت والسبليت في حته. في الفنادق لو انت هتعمل حاجه تشطيب فندقي السبليت يكون في غرف النوم الصغيره، اما الكونسيل يكون في الماستر روم ويكون في الريسبشن. لوحه كهرباء جاهزه ولا عموله؟ طبعا انا عميد طبعا للوحه كهرباء عموله، تحط فيها المواصفات اللي انت عايزها والحمايه اللي انت عايزها عشان تديك احسن امان للشقه اللي انت بتشطبها. الحمام اعمله قاعده عاديه ولا دفء؟ طبعا مدفون. خشب عموله ولا جاهز؟ خشب العموله هنا تعمل خشب عموله للشقه، كل حاجه عندك تبقى عموله طبيعي احسن من الجاهز، ما انتش عارف جواه ايه معمول ازاي، تعمل حاجه على ايدك احسن حاجه طبعا. نسبه اشراف ولا مقايسه؟ بص يا باشا، نسبه اشراف ولا مقايسه، انا اميل طبعا بكل ثقه لنسبه الاشراف، وتقدر تتفاوض فيها مع العميل اللي انت معاه. المقايسه دي هيضحك عليك فيها، مهما عملت مش هتعرف الحاجه جايه بكام، لكن نسبه الاشراف هو هيجيب لك الحاجه بفواتير بحاجات مضمونه باللي انت عايزه، وياخد النسبه اللي انت متفق معاه فيها وينفذها لك بيها. ده احسن، وده اللي انا بميل ليه لاي شقه. اتفاوض مع شركه ولا مهندس؟ حلو السؤال ده. انا بميل لانك تتفاوض مع شركه، انا مش بذم في المهندسين ولا حاجه، ولكن لما تتفاوض مع شركه، الشركه دي ليها ميزه ان انت تقدر تحاسبها، تقدر ليها مقر، تقدر تمضي معاها عقد كويس، تقدر لو في اي مشكله تقدر تقول لهم ايه اللي انت محتاجه. رقم 2، الشركه ديت بتاخد بسجل تجاري وبطاقه ضريبيه. السجل التجاري ده هم كده كده بياخدوا بخصومات، والخصومات دي بتبقى ليك انت كعميل تقدر تستفيد منها. فانا طبعا اميل ان انا اكون بتعامل مع شركه عشان اعرف اتعامل معاها واحاسبها، ولما يكون في اي حاجه اعرف اخد حقي منها كويس جدا. شكرا. اهلي ولا زمالك؟ اكيد.